عقد المنتخب التونسي مهمته في التأهل إلى دور ال16 عن بطولة كأس العالم عقب خسارته بهدف دون رد ضد المنتخب الأسترالي على ملعب الجنوب. الشوط الأول انتهى بتفوق أسترالي بهدف على عكس سير اللعب بعد استحواذ تونسي على الكرة، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الحارس ماتيو ريان. هدف أستراليا سجله المهاجم ميتشيل دوك في الدقيقة 23 بعد كرة عرضية قام بتحويلها برأسية في شباك الحارس التونسي أيمن دحمان. في شوط المباراة الثاني حاول نسور قرطاج تعديل النتيجة ولكن بلا فائدة وسط صلابة من دفاعات الكنغارو وتألق لحارس المرمى. أخطر محاولات المنتخب العربي تلخصت في تصويبة يسارية من الجناح يوسف المساكني وجد يد ماتيو ريان لتخرجها إلى خارج الملعب بامتياز. بهذه النتيجة بات المنتخب التونسي بحاجة للانتصار على حامل اللقب المنتخب الفرنسي في المقابلة الأخيرة وانتظار الهدايا والنتائج الأخرى من بقية المباريات، بينما المنتخب الأسترالي ارتقى للمركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط وأنعش حظوظه في التأهل قبل المباراة الأخيرة ضد الدنمارك.